بسم الله الرحمن الرحيم. باشمهندس باسم هشام معاكم النهارده. ان شاء الله هنبدا الفيديو الرابع في كورس السوليد ووركس. وقفنا المره اللي فاتت ان احنا عرفنا ازاي نبدا نرسم رسمه ثلاثيه الابعاد. قبل ما نرسم رسمه ثلاثيه الابعاد قلنا احنا لازم نرسم الاول رسمه 2D سكتش. عشان نرسم ال 2D سكتش لازم انا احدد البلين. الكلام ده انا قلته الفيديو اللي فات. فهلاقي عندي على الجنب هنا التلات بلينز الرئيسية بتاعتي، الفرونت بلين والتوب بلين والرايت بلين. مسافة ان انا اقف عليهم بس بيعمل لي شو للبلينز بتاعتي. عشان ابدا ارسم على اي بلين فيهم، مثلا اختار الفرونت بلين او التوب بلين. مثلا هختار التوب بلين، عايز ارسم انا في التوب بلين، فهدوس وان كليك، بس بوان كليك شمال هيطلع لي ويندو صغيره فوق بتقول لي انت عايز تعمل ايه في البلين ده. عايز تعمل سكتش، ولا عايز تعمل له شو، ولا عايز تعمل له زوم، ولا عايز تعمل له نورمال تو. طبعا انا هختار كلمه سكتش. ممكن اختار يا باسم سكتش من مكان تاني. طبعا انا ممكن، انا حددت التوب بلين اهو، هاجي عند التوب بلين وادوس رايت كليك، هتطلع لي نفس الويندو الصغيره اللي كانت هناك. هتطلع لي فوق هنا اختار منها ايه، سكتش. في ايه طريقه تانية؟ هختار التوب لين، او من غير ما اختار التوب لين هلاقي فوق في من المكان اللي فوق ده كله اسمه الكوماند مانجر. الكوماند مانجر ده عباره عن كذا تابس، كل تابس فيها اوامر معينه، كل الكلام ده هناخده. فاختار التاب بتاعت السكتش واختار منها سكتش، هلاقي كلمه سكتش فوق اهي. هو اللي هيرسم لي التلات بلينز بتوعي، وهيقول لي انت عايز ترسم في انهي بلين. فانا مثلا اختار ان انا عايز ارسم في التوب بلين. كده خلاص خلالي المستوى كله بقى التوب بلين، انا كده برسم في مستوى التوب بلين. اديك شفت اهو تلات طرق عشان بس امر سكتش. فانت الاسهل لك والاسرع لك اعمله. انت شوف بعد كده هتلاقي الشغل كبير، فانت الاسرع بالنسبة لك اعمله. هنبدأ بعد كده ناخد ادوات الرسم الرئيسية، وهم دول عبارة عن اللاين والدايرة والمستطيل والارك. هنبدأ ناخد الكلام ده واحدة واحدة. أول حاجة اللاين بسيط جدا، عبارة عن كليك كليك. يعني أول ما أنا اخترت طبعا لاين، حول لي على البروبرتيز على طول، البروبرتي مانجر بتاعة اللاين. انت عايز ترسم اللاين ده از سكتشد، يعني زي ما انا ارسمه، رسمته بزاوية، رسمته بأي شكل بأي طول، ولا عايز تحدد الأول حاجة معينة ليه. اول ما اختار اللاين، عايز تعمله هوريزونتال، ولا عايز تعمله فيرتيكال، ولا عايز تعمله انجل. طبعا انا هخليه از سكتشد عشان اعلمكم كذا حاجه كده. خليته از سكتشد. الخط عندي اول ما هقف عنده، اول ما ادوس عليه كليك هيطلع لي اللاين بروبرتيز. اللاين بروبرتيز معناها الصفات او الخصائص بتاعه اللاين ده. اللاين ده هو هوريزونتال ولا فيرتيكال، وهيقول لي الطول بتاعه قد كذا ومايل بزاويه قد كذا. طيب لو انا عايز ارسم خط تاني يكون افقي، هرسم خط كده يكون افقي. العلامة الصفراء اللي ظهرت دي معناها ان انا الخط افقي. طبعا لو ملت الخط العلامة دي هتتشال، وهتفضل مثلا كده لحد الزاوية اهو 59. فانت على حسب ما انت عايز ترسم الخط، عايز ترسمه ازاي. انا عايز ارسمه دلوقتي هوريزونتال. اول ما رسمت هوريزونتال لقيت فيه ريليشن باللون الاخضر، طلعت لي دلوقتي بتقول لي ان الخط ده خلاص بقى هوريزونتال. بمعنى ايه يا باسم ان الخط ده بقى هوريزونتال؟ معناه ان انا مهما اتحرك يمين شمال فوق، يعني لو مهما اتحرك الخط ده هيفضل بنفس الشكل. غير الخط ده بص، يجي بيلف معايا اهو. بص لو لما اجي هنا الخط ده هيكبر ويصغر، بس طول عمره هيفضل ايه، هيفضل هوريزونتال. وده الفرق بين الريليشن والخط اللي فيه ريليشن والخط اللي ما فيهوش ريليشن، هي العلامه الخضراء دي. طب لو انا عايز اخلي الخط ده نفس الخط ده كده، عايز اميله او عايز اضيف عليه ريليشن تانية، كل اللي بعمله ببساطه ان انا هاجي هنا ادوس على الريليشن دي، من الكيبورد عندك هتدوس كلمه ديليت. خلاص كده دلوقتي اهو بقيت اقدر احرك الخط فوق وتحت زي ما انا كنت عايز. طيب ماشي، انا عندي الخط اهو. قلنا الريليشنز اللي انا بضيفها هي اللي بتحدد لي الرسمه، هي اللي بتحدد لي الخطوط. ممكن اعمله هوريزونتال وممكن اعمله فيرتيكال. مسافه ما ادوس عليه بتحول لفيرتيكال. انا عملت زوم ان وزوم اوت. ازاي بتعمل زوم ان وزوم اوت؟ بالماوس بتاعتك، السلايدر اللي في الماوس، البكره اللي في الماوس تقدر فيها تعمل زوم ان وزوم اوت. ماشي. او بكل بساطة جدا بتدوس على العلامة، او العلامة دي، او تدوس في الكيبورد بتاعك على حرف اف
هيعمل لك زوم تو فيت، يعني هيخلي لك الرسمة اللي انت عاملها دي فيت للسكرينة بتاعتك. فخلاص احنا عرفنا يعني ايه الريليشن. الريليشن اللي احنا بنضيفها دي هي اللي بتحدد لي شكل الرسمة، وقدرنا نرسم لاين. اللاين اللي برسمه ده ممكن اضيف عليه كذا حاجة. يعني اللاين ده ممكن عايز احدد له الطول بتاعه، لا اما احدد الطول من هنا، لا اما بأداة اسمها سمارت دايمنشن. الاسهل لك والاسرع لك اعمله للمرة التالتة. فهدوس سمارت دايمنشن وبختار، باجي كده على اللاين بدوس كليك، بيقول لي والله ان طول اللاين ده 72 ونص. فانا عايز مثلا اخليه طول اللاين ده 80، هدوس 80 واختار ايه صح. خلاص بقى طول اللاين بتاعي ده 80. مهما زود ومهما يعني مهما شد الخط ده مش هيتحرك عن ال 80، هيفضل طول عمره 80 وهيفضل طول عمره هوريزونتال، عشان انا في ريليشن اهي. طيب ماشي. اللاينز في السوليد ووركس عبارة عن كليك كليك، يعني انا دوست كليك، اول كليك خلاص دي اول نقطة في اللاين، تاني كليك دي خلاص اللاين انتهى وابتدى يكمل معايا لاين جديد، وهكذا هفضل ارسم الى ما لا نهاية. طب يا باسم انا عايز الكلام ده يقف، كل اللي حضرتك هتعمله هتدوس اسكيب في الكيبورد، هيوقف الكلام ده. كده احنا عرفنا كام معلومة اساسية عن اللاينز. هنكمل مع بعض السيركلز. السيركل بيديك طريقتين ان انت ترسم الدايرة، لا اما نقطة في المركز ونقطة على المحيط، لا اما 3 نقط على محيط الدايرة. فاول حاجة مثلا اللي هو اول اختيار عندي اللي هو نقطة المركز، اول ما ادوس كليك وابدا افتح معايا ابعد الماوس، هيديني ايه المحيط بتاع الدايرة هيزيد، نص القطر هيزيد، عشان احدد النقطة التانية فين مكانها فين. هدوس كده مكان الدايرة كده، خلاص اتحددت الدايرة عندي. وبرضو اقدر من السمارت دايمنشن، طبعا انا في اللاين كنت بحدد طول اللاين، في السيركل احدد ايه، احدد قطر الدايرة ايه. هنا ممكن احدد برضو قطر الدايرة 80 وادوس اوكي، خلاص كده حدد لي قطر الدايرة بقى 80. النوع التاني عشان ارسم دايرة، ارسم دايرة عبارة متحددة بثلاث نقط. متحددة بثلاث نقط يعني ايه؟ يعني انا يا باسم انا عندي دلوقتي لاين كده ماشي، وعندي لاين كده، واللاين ده مقفول كده مثلا. عايز ارسم دايرة متحددة بثلاث نقط على الثلاث خطوط دول، فانا هختار الايكون دي، واختار مثلا نقطة هنا، ونقطة على الخط التاني، ونقطة على الخط التالت. خلاص كده هو حدد لي ان الدايرة دي متحددة بثلاث نقط اللي هما على الخطوط. طب ايه الريليشن اللي طلعت الجديدة دي؟ احنا هنعرف الريليشن واحنا ماشيين واحدة بواحدة كده، كل ما حاجة تطلع. الريليشن دي بتقول لي ان الدايرة دي هتفضل تانجنت للخط ده مهما يحصل، ونفس الكلام برضو ان النقطة دي هتفضل تانجنت للخط ده مهما يحصل، وان النقطة دي هتفضل تانجنت للخط ده مهما يحصل. يبقى دي الريليشن اللي بتحدد لي الشكل بتاع الجسم. تمام. ايه الحاجة التانية؟ انا بحدد كده ازاي؟ اما بعوز اعمل سيلكت اول، باجي بعيد كده بروح دايس كليك وافضل دايس واسحب اجيب الشكل كله كده. خلاص حدد لي الرسومات كلها، بيقول لي هو السيلكتد انتيتيز بتاعتي عبارة عن الارك واحد والارك اتنين واللاين يعني اسامي الحاجات دي بيحددها لي، وبيقول لي ان انت كل دول محددهم، عايز تعمل فيهم ايه هقول له ديليت من الكيبورد بتاعي كده، خلاص مسح. كده احنا عرفنا اللاين وعرفنا السيركل بتاع بنرسمها ازاي. في عندي المستطيل ممكن ارسمه بكذا طريقة. اول طريقة ان انا احدد نقطتين على بعد قطر المستطيل. اول نقطة اهو، اول ما ادوس كليك وابعد خلاص هو بيحدد لي النقطة التانية على الناحية التانية من قطر المستطيل، وادوس كليك كمان خلاص كده حدد لي المستطيل. طب واحد شاطر يقول لي ايه الريليشن اللي انا لسه قايلها دي الهوريزونتال. طب واحد شاطر اشطر منه يقول لي ايه الريليشن دي كده معناها ان الخط ده هيفضل فيرتيكال على طول مهما يحصل. يبقى دي الريليشن بتاعت الهوريزونتال ودي الريليشن بتاعت الفيرتيكال. تمام. طب في طريقة تانية يا باسم ان انا اقدر ارسم بيها المستطيل بالظبط. في طريقة تانية اللي هي نقطة في المركز ونقطة على المحيط بتاعت المستطيل. اول ما هدوس كليك وابعد، هيديني نقطة المركز، وابدأ احدد النقطة التانية اللي هي متحددة عندك في الشكل. رقم 3 ان انا عايز اعمل مستطيل مايل متحدد بثلاث نقط. ادي هدوس اول نقطة وانزل تحت عند النقطة التانية زي ما موجود بالظبط في الشكل اللي عندي فوق ده، وانزل تحت كده
وابعد يختار النقطة التالتة، وهنا يتحدد لي المستطيل مايل. نفس الكلام برضو لو انا عايز اعمل مستطيل، نفس الكلام لو انا عايز اعمل مستطيل عبارة متحدد بنقطة المركز ونقطتين على على محيط المستطيل، ادوس اول ما ادوس كليك وابعد، خلاص بدأ يحدد لي النقطة التالتة للمستطيل. اخر واحدة ان انا عايز اعمل متوازي مستطيلات، ان انا ادوس اول نقطة وتاني نقطة والتالت نقطة، هتبقى هتحدد لي شكل متوازي المستطيلات بالزاوية اللي انا عايزها او بالشكل اللي انا عايزه. كل الكلام ده على حسب البارت بتاعي انا عايز اعمل فيه ايه، يعني كل بارت بعمل فيه شكل معين. طيب انا بس ممكن احدد اعمل الكلام ده بشكل سهل. انا لو مثلا اتطلب منك ان انت تعمل مستطيل، في واحد هيقول لي طيب ماشي انت عايز تعمل مستطيل، فانا هعمل الخط ده كده واعمل الخط ده كده واعمل كده وادوس كده، انا عملت مستطيل. وفي واحد اشطر منه هيجي يقول لي طب ما انا ممكن اعمل مستطيل بكل بساطة بتكة واحدة اهو، نفس المستطيل تمام وبتحدد بنفس الريليشن. وفي واحد تاني بس ده يعني مش شاطر قوي، هيعمل خط كده ماشي، وهيعمل خط كده وهيعمل خط كده وهيعمل خط كده، وبعد كده هيقول لي انا عايز اعمل بقى ريليشن، فهاجي اروح دايس على ده، على الخط ده عشان يطلع لي البروبرتيز بتاعه الخط، واختار هوريزونتال، خلاص بقى الخط ده بتاعي هوريزونتال. وده كده كده عندي فيرتيكال، فانا مش محتاج ان انا اصلح فيه حاجه. وعايز الخط ده برضو يبقى هوريزونتال، فهدوس على الخط وارجع ادوس ريليشن ليه واخليه هوريزونتال. وعايز اخلي النقطة دي متصلة بالنقطة دي، فكل اللي انا هعمله ان انا هدوس على النقطة دي وهدوس كنترول عندك في الكيبورد واختار النقطة التانية، هيطلع لي هو الريليشن اللي ممكن اضيفها للنقطتين دول، اللي هو اخليها ميرج، ادمج النقطتين دول مع بعض، وكده بقى عندي المستطيل بتاعي متحدد زي ما انا عملته. يبقى في كذا طريقة تقدر توصل بيها للهدف اللي انت عايزه، والاسهل لك والاسرع لك انت اللي تعمله. وده طبعا بيفرق مهندس او بين بني ادم للتاني، في واحد انا بديله بارت بيخلصه بامرين تلاتة، وفي واحد بديله بارت بيقعد يعمل بقى فيه زي اخر واحد ده كده، يبدأ يضيف ريليشن، بيبدأ كل حاجة من الصفر، يعني بطيء جدا يعني. تمام، احنا كده عرفنا الخط وعرفنا السيركل وعرفنا الدايرة. اخر حاجة هنعرفها دلوقتي اللي هي الارك. الارك برضو متحدد لا اما بنقطة في المركز ونقطة على المحيط، كده انا عملت اول ارك. تاني ارك ان انا بعمل ارك مماس لخط، الاول برسم خط اهو، وبعد كده عايز اعمل الارك المماس للخط ده، فبختار من هنا الاختيار التاني، بختار اول نقطة على الخط وبعمل ايه النقطة التانية كده او كده كده الارك ده مماس للخط. واخر حاجة عندي ان انا بعمل ارك متحدد بثلاث نقط، نفس مبدأ ان الدايرة اللي متحددة بثلاث نقط. ادي عندي خط كده وخط كده وادي المثلث، وهاجي هنا اختار الارك اللي متحدد بثلاث نقط، اختار نقطة هنا ونقطة هنا والنقطة التالتة كده، خلاص هو كده متحدد لي بالثلاث نقط دول الارك، واخد شكل واخد متحدد بالثلاث نقط دول. وكده دي ادوات الرسم الاساسية اللي هنبدأ نتعامل بيها ونرسم بيها البارت بتاعنا. المرة الجاية ان شاء الله هنبدأ ناخد بقى بارت بسيط كده ننفذه مع بعض، رسمة 2D. وده كان نهاية الفيديو، اشوفكم المرة الجاية، السلام عليكم.